ذلك إنهم يسومون المسلمين سوء العذاب، أن الإسلام مجرد التفكير بالإسلام، مجرد التفكير بالعبادة، مجرد التفكير بالعيش في ظلال الإسلام يعتبر إجراما في القوانين الصينية الظالمة في تركستان الشرقية. فلذلك في هذا اليوم نحن نحتفل بيوم استقلال تركستان الشرقية. فنحن كشعب التركستاني نرى أن الحل الوحيد لشعب تركستان الشرقية طرد هذا الاحتلال بأي ثمن كان. فلذلك شعب تركستان الشرقية فهم ليسوا بصينيين، إنما هم شعب تركي ينتمي إلى شعوب آسيا الوسطى. تركستان الشرقية جزء من آسيا الوسطى. فلذلك من هنا نخاطب إخواننا في الدول العربية، فعليكم أن تعرفوا، أن تبحثوا في هذه القضية وتعرفوا الوجه الحقيقي للشيوعيين الصينيين. فالشيوعيون الصينيون فهم لا يلعبون بمقدرات الشعب التركستاني فقط، إنما هم هدفهم الاحتلال للعالم الإسلامي كله. فلذلك فهم يخططون لذلك. ففي كثير في الدول العربية هم دمروا الاقتصاد المحلي لذلك الدول، فجاءوا ببضائعهم الرخيصة وخربوا اقتصاد تلك الدول. فمن هذه الناحية أيضا الصينيون خطر على الإسلام والمسلمين كلهم، فليسوا على الشعب التركستاني. فمن هنا نذكر إخواننا بشيء مهم، فليس هناك من لا يعرف سور الصين العظيم كما يقولون. فهذا السور العظيم في الحقيقة حدود دولية للصين الحقيقية. معنى ذلك تركستان الشرقية تبعد من هذا السور بآلاف الكيلومترات. فلذلك نحن لا من الناحية الجغرافية ولا من الناحية العرقية ولا من الناحية الدينية ولا من الناحية الثقافية مسلمين صينيين، بل نحن مسلمون تركستانيون. نحن نريد الاستقلال فقط. يوما ما سنطرد إن شاء الله المحتل الصيني من بلادنا. وشكرا جزيلا.